السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده ان شاء الله هننضف مع بعض اوضه الاطفال، تنظيفه كده على السريع. هغير ملايات السرير وكمان هلمع الخشب وامسح الارضيه. بس قبل ما ابدا الفيديو حابه اقول لكم ان هو هيكون تعاون بيني وبين قناتين حلوين قوي. اول قناه هي حب الدنيا، صاحبتها وفاء. قناتها برضو جميله ومميزه. بتعمل في قناتها عصاير ومشروبات وكمان اكلات كبده ومسقعه، وكمان عامله حلاوه المولد واكله عراقيه جميله قوي. اتمنى تروحوا عندها وتقولوا لها اللي انتوا جايين من عندي وتشتركوا في قناتها. تاني قناه معانا هي قناه وصفات سهله وبسيطه مع ام ادهم. صاحبتها ناهد بتعمل في القناه بتاعتها تنظيفات وكمان اكلات، عامله شيبسي وعامله هوهوز، وكمان بتعمل تفريزات جميله قوي، وكمان عامله جوله في مطبخها. حاجات جميله قوي في قناتها، وعامله مشروبات. قناتها والله جميله، قناتهم الاتنين احلى من بعض. اتمنى تروحوا تشتركوا عندهم. هثبت لكم التعليق بتاعهم عندي هنا في الفيديو عشان تسهل عليكم الدخول في قناتهم. نرجع بقى للفيديو بتاعنا. انتوا عارفين ان انا اول ما ببدأ في اي حاجة لازم الاول اشيل السجادة واطلع اي حاجة بره، زي اللعب مثلا والحاجات دي، عشان يبقى في مساحة ان انا اشتغل. دلوقتي هشيل السجادة وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني، شلت خلاص السجادة وفتحت البلكونة عشان تتهوى الأوضة، ورفعت الستارة كده زي ما انتوا شايفين اهي، علشان لما اجي امسح الارض ما تتعملش من المية. دلوقتي بقى هشيل فرش السرير وهوي كده الأوضة شوية. هشيله الفرش وارجع لكم تاني. شلت خلاص فرش السرير بالشكل ده، وقلت انشر المخدات شويه اهو بالشكل ده. هي الشمس لسه ما جاتلهمش قوي لان احنا لسه الصبح بدري. هسيبهم شويه على ما اخلص الاوضه يكونوا اتهووا وتشمسوا شويه. طلعت بقى غيار جديد. هنفض دلوقتي بقى الاوضه، هنفض المراتب وهمسح الخشب كله. انتوا عارفين ان انا بمسح بالمورال، ما عدتش بعمل بزيت الزيتون لانه برضو بيسيب اثر وبيخلي ريحه الاوضه مش حلوه. فالمورال اصلا بيخلي ريحه الاوضه حلوه وبينظف برضو وبيعمل نفس المفعول، فما عدتش بجيبه. اللي هو زيت الزيتون ما عدتش بعمل بيه، قصدي الخشب. زي ما قلت لكم كده بعمل بالمورال. دلوقتي بقى هلمع كل الخشب اللي موجود وانفض الاوضه وافرش السرير. بصوا المورال بيخلي الدنيا زي الفل وبيحمي برضو الخشب وحلو وامن عليه، انما زيت الزيتون كان بيبهدل الدنيا بالامانه. كنت بفرح بقى بالتلميع كده يوم ولا اتنين، وبعد كده ابص الاقي لم تراب ما بيطلعش. هكمل انا بقى باقي الاوضه بالشكل ده. طبعا تلميع الخشب مهم جدا، لازم تلمعوا الخشب لان الاتربه اصلا بتبوظه. لازم برضو تلمعوه عشان يحافظ على عمر الخشب. هكمل انا بقى بالشكل ده وارجع لكم تاني بعد ما لمعه. خلاص لمعت كل الخشب، السرير الاولاني والكومودينو وكمان كل دير الميه. انا ركناه كده عشان احنا في الشتاء فمش بستخدمه، ركناه بعيد عن ايدينا. وكمان لمعت الدولاب والبلكونه من جوه لمعتها، والسرير التاني خلاص برضو لمعته، والتسريحه جيت عليها برضو لمعتها من فوق ومن تحت، ولمعت الازاز بتاعها. دلوقتي بقى هفرش السرير واكنس الارض. وده كده منظر السرير بعد ما فرشتها. دي كده منظر الأوضة بعد ما فرشتها وكنستها. دلوقتي بقى همسحها وهمسح كمان البلكونة، وعلى ما الأرض تنشف هكون بقى لميت الغسيل وطبقته وحطيته في مكانه. مسحت الأرض خلاص، وقبل ما تنشف لميت الغسيل وطبقته وحطيته مكانه. الأرض دلوقتي نشفت، هنفرش بقى دلوقتي السجادة بتاعتها واوريها لكم. خلاص خلصت الأوضة بقى بالشكل ده وبقت زي الفل خلاص. انا مش بقفل البلكونه لان دايما بنشر فيها. دي الاوضه بتاعه اللعب، مش بنقعد فيها، احنا بنلعب بس فيها، ويا دوب البلكونه بتاعها للنشير والغسيل وكده.
اتمنى الفيديو يعجبكم وتروحوا عند قناه حب الدنيا وام ادهم وتشتركوا فيها وتقولوا لهم ان انتوا جايين من عندي. يا رب الفيديو يعجبكم النهارده وفيديوهاتكم برضو تكون عجبتكم. اشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.